أيسوب كان بيحكي لنا إن كان في راجل وله 3 أولاد، وبعدين اسمعوا يا أولادي، أنا نبهت لكم النهاردة علشان أختبركم، عايز أشوف مين أشطر واحد فيكم. أنت يا أصغر أبنائي، طبعا أنت أصغرهم لكن كبرت وبقيت شاب تحميك الآلهة. حاول يا ابني إنك تكسر الحزمة دي كده. أي مش قادر، فشلت يا والدي. ما تقولش فشلت. الفشل في حد ذاته مش عيب، العيب إن إحنا ما نبدأش تاني من جديد. وأنت يا ابني نمرة 2. نعم يا والدي. حاول كده، وريني تكسرها إزاي. حاضر يا والدي. مش قادر، يظهر أنا كمان فشلت زي أخويا الصغير. يا ابني ما تقولش الفشل، ما تجيبش سيرة الفشل. انت يا ابن البكري يا اكبر ابنائي، حاول كده تكسرها. لا طبعا، انا اللي هكسرها. للاسف يا والدي ما قدرتش. طبعا ما قدرتش ومش هتقدر. حاول بقى تكسر دي. ياه، دي اتكسرت بسهوله. وانت يا نمرة 2. ايوه يا والدي. حاول تكسر دي. حاضر. مش معقول، دي اتكسرت بسرعة. وانت يا اصغر ابنائي جرب. شفتم؟ اهو حالكم زي حال الحزمة دي بالظبط، طول ما هي مرتبطة ببعضها محدش يقدر يكسرها. لكن لو اتفرقت واحدة واحدة هيبقى من السهل كسرها. وانتوا كمان طول ما انتوا مرتبطين ببعضكم محدش يقدر يكسركم ابدا. أهلا أهلا، إزيك يا ست لؤلؤة؟ أهلا يا أصدقائي الأعزاء. أهلا أهلا يا سيد لؤلؤ. أهلا يا أصدقائي الأعزاء. قوليلي بقى يا لؤلؤة، يا ترى اتغديتي؟ اتغديت وحمدت ربنا وشكرت فضله. وانت يا لؤلؤ؟ اتغديت وحمدت ربنا وشكرت فضله. ايه ده يا لؤلؤ؟ انا ملاحظه انك بتعيد نفس الكلام اللي بتقوله لؤلؤة. ايوه، اصلها اختي الكبيره، وكل ما تقول حاجه اقول لها وراها زيها بالظبط، نقل مسطره. ده كلام برضه يا لؤلؤ. الولد الشاطر لما يتسأل سؤال لازم يجاوب من عنده ويفكر فيه كويس، مش ينقل نقل مسطره من اخته اللي اكبر منه. ما تضحكوش عليا من فضلكم، انا اصلي لسه صغير، وبكره بقى لما اكبر هعرف حاجات كتير 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 زي اللبلبه. شفت بقى يا لؤلؤ لما فكرت عرفت تتكلم ازاي كلام من عندك؟ وعندي كمان لعبة جميلة اسمها حفلة سمر. لا بقى يا سيدي قول له الله. إيه؟ انا هزعل منك دلوقتي. الله، ليه؟ اللعبة دي بتاعتنا احنا الاتنين، مش بتاعتك لوحدك. انا مخصمك. طب لا ما احنا هفهمك العلوم. لا انا مخصمك. هو احنا الاتنين ايه بس؟ مش احنا الاتنين واحد؟ مش احنا اخوات؟ مش انت اختي؟ وانا اخوكي. وانت اخويا. صح. خلينا في المهم. شاطر يا لؤلؤ، برافو عليك. انت كده رديت على اختك رد جميل جدا. وعندي زي ده كتير قوي. اقول لك كمان رد جميل. لا بقى يا لؤلؤ، انت دلوقتي هتلعب معانا لعبة اسمها لعبة حفلة السمر. ايوه، حفلة سمر عملتها المدرسة من كام يوم.